السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. عدنا إليكم من جديد في جولة رياضية مميزة لنستعرض أبرز المستجدات والأحداث التي شغلت الساحة الكروية مؤخرا. نايف أكرد تفاصيل إصابته المفاجئة قبل انطلاق المباراة بين ريال سوسيداد ونادي سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني. كان المدافع المغربي نايف أكرد يقوم بتمارين الإحماء مع اللاعبين الذين كانوا من المفترض أن يبدأوا اللقاء كأساسيين، لكن خلال التسخينات شعر ببعض الانزعاجات وقرر إبلاغ مدربه بأنه غير قادر على اللعب. المدرب إيمانويل ألغواسيل صرح بعد المباراة بأن نايف كان مفاجأة للجميع، إذ تدرب بشكل طبيعي طوال الأسبوع، لكنه شعر بعدم الارتياح في الإحماء. حاول المدرب إبقاءه على مقاعد البدلاء ليختبر حالته في الشوط الثاني، لكن أكرد لم يتمكن من المشاركة. المباراة انتهت بخسارة فريقه ب1-0، وهي نتيجة محبطة، خصوصا أن الفريق حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات من آخر 7 بمشاركة أكرد. حتى الآن لم يكشف رسميا عن طبيعة إصابته، لكن التوقعات تشير إلى أنها إصابة طفيفة. إبراهيم دياز تألق لافت مع ريال مدريد في الدوري الإسباني. خطف المغربي إبراهيم دياز الأضواء خلال مباراة ريال مدريد ضد إشبيليا. اللاعب قدم أداء مميزا، حيث سجل هدفا بطريقة رائعة بعد تمركز مثالي أمام المرمى. دياز لعب المباراة كاملة، وكان له دور كبير في تحقيق الفوز بنتيجة 4-2. تقييمه بلغ 7.6، مما يعكس مستواه المتطور وقدرته على التألق مع الفريق الملكي. إلياس بن صغير نجم كأس فرنسا الشاب المغربي إلياس بن صغير أبدع خلال مباراة فريقه دي موراكو في كأس فرنسا أمام نادي ليون سانغو اف سي. تمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 20، ثم صنع الهدف الثالث في الدقيقة 65. أداء إلياس كان استثنائيا، حيث حصل على تقييم 9.5، وهو الأعلى بين جميع اللاعبين في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-1. نصير مزراوي يوم للنسيان الدولي المغربي. نصير مزراوي لم يكن في يومه مع مانشستر يونايتد خلال مواجهة نادي بورنموث، حيث خسر فريقه بنتيجة 3-0. مزراوي تسبب في ركلة جزاء بعد تدخل متأخر على اللاعب جاستن كلويفرت، ما أدى إلى تسجيل الهدف الثاني لبورنموث. المدافع المغربي لعب المباراة كاملة، لكنه لم يظهر بمستواه المعتاد وحصل على تقييم 6.0. بلال الخنوس أداء مخيب مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. تعرض ليستر سيتي لخسارة قاسية بثلاثية نظيفة أمام ولفرهامبتون. الفريق بأكمله كان بعيداً عن مستواه، بما في ذلك الدولي المغربي بلال الخنوس الذي شارك لمدة 54 دقيقة وحصل على تقييم 6.5. سفيان رحيمي حاسم كالعادة. سفيان رحيمي واصل تقديم مستوياته المميزة، حيث سجل هدف الفوز لفريقه ضد مولودية الجزائر في المباراة التي انتهت بهدف نظيف. على الرغم من إضاعته لركلة الجزاء في البداية، إلا أنه تابع الكرة وأسكنها الشباك. رحيمي حصل على تقييم 8.4، وكان من أبرز لاعبي المباراة.